بيبدأ فيلم النهاردة في أرض تحكمها القوة والصراعات المستمرة في سبيل إثبات القوة بين العشائر. وفي الوقت ده بنشوف محارب من النخبة قوي وذكي جدا اسمه فانج. بنعرف إنه ورث القوة الكبيرة اللي عنده دي من أبوه، واللي بعد موته بطريقة مأساوية زعيم العشيرة اتبناه وقرر يدربه كمان على أشرس طرق القتال على الإطلاق. بنشوفه دلوقتي بيهجم على عشيرة كاملة لوحده، واللي كانوا أساسا عاملين له فخ ومستخبيين في بركة، لكنه بيقرب من البركة وبيرشق سكينة في دماغ واحد منهم، وأول ما المحارب التاني بينقض عليه بيضربه بالسيف بمهارة عالية بيقسمه نصين. وقتها المحاربين كلهم بيطلعوا من المية وبيمسكوا سيوفهم علشان يدافعوا عن العشيرة، لكن فانج بيقرب عليهم بكل ثقة وهو بيسن سيفه في الأرض، وفي لمح البصر بيبدأ يخلص عليهم بطريقة خرافية. بعدها بنعرف إنه اختار العشيرة دي بالذات لأن الزعيم بتاعها نال شرف أفضل مبارز في تاريخ البشرية كلها، وطبعا فانج كان جاي يخلص عليه علشان ياخد اللقب منه. وقتها المحارب وفانج بيرفعوا سيوفهم قدام بعض، لكن المفاجأة إن القتال مش بياخد أكتر من ثانية واحدة لأن فانج طير رقبته بطريقة خرافية. المهم بعدها بيلاقي صندوق كده فيه طفلة صغيرة، وبتكون البنت دي بنت زعيم العشيرة، وعلى الرغم إن مهمته المفروض يخلص من نسل العشيرة كلها، بس بمجرد ما فانج بيشوف ابتسامتها اللطيفة قلبه بيتحرك من مكانه وبيقرر إنه يخالف الأوامر وياخدها يربيها، رغم إنه بيبقى فاهم كويس إن زعيم عشيرة الناي الحزين اللي هو فرد منها أكيد مش هيسيبه في حاله بعد الحركة دي. بالفعل وهو ماشي في الغابة بيلاقي محاربين العشيرة بيهجموا عليه، لكنه بسرعة خرافية بيطلع سيفه وبيقطع في الخوص اللي قدامه، وأول ما بيقربوا منه بيخلص عليهم وبيرشق جثثهم على أطراف الخوص وبيهرب. بعدها بيغير هدوم العشيرة بتاعته وبيقعد ياكل كده في مطعم ست عجوزة، لكن فجأة بيمسك عصاية مدببة بيرشقها في رقبتها وبيخلص عليها لأن الست دي تبقى من أعوان الزعيم بتاعه، وكانت مخبية السكينة اللي هتموت الطفلة بيها. في الوقت ده فانج بيولع في المطعم كله وبيرمي هدومه في النار وبياخد البنت الصغيرة اللي معاه وبيمشي. لكن الغريب إن الست العجوزة قبل ما تموت بتمسك شعار العشيرة في إيديها، ووقتها فانج بيعرف إن العشيرة هتفضل تطارده للأبد، فعلشان كده بيقرر ياخد البنت ويسافر أرض بعيدة يستخبى هناك عند واحد صاحبه كبير في السن كده شغال في سيرك. بمجرد ما بيوصل البلدة بيلاقي السيرك ده عبارة عن كوم تراب، والناس اللي كانوا شغالين فيه بقوا عايشين عيشة صعبة جدا، لكنه بيتجاهل الناس اللي بيبصوا عليه وقتها لحد ما بيوصل لباب الفندق. بيفتح وقتها الباب علشان يدور على صاحبه، لكن بيتفاجئ وقتها ان الفندق هو كمان اتدمر. في الوقت ده بيلاقي راجل قزم كده بيروح يتكلم معاه وبيعرفه بنفسه وبيسأله وقتها جاي يدور على مين، فبيطلع له فانج صورة صاحبه العجوز، لكن بيتفاجئ ان صاحبه ده مشى وساب البلدة من فترة طويلة. ساعتها بقى القزم بياخد فانج والطفلة يقعدهم في البيت بتاع العجوز، وبيقرر كمان انه يسمح له يعيش معاهم. على الناحية التانية بقى زعيم العشيرة بيروح لمطعم الست اللي ولع، وبيلاقي وقتها حاطة في ايديها شعار العشيرة، فبيتأكد ان فانج هو اللي موتها. ففي الوقت ده بيفتكر كلامه لفانج زمان لما قال له انه قلبه اكبر عدو ليه. المهم بعدها بنرجع للبلدة وبنلاقي فانج بيلعب مع الطفلة علشان كانت بتعيط، لكن وقتها بتدخل واحدة كده اسمها لين من اهل البلدة، كانت ماسكة في ايديها عصاية وماشية بتتسحب، ومرة واحدة بتطير تكسر العصاية على كتفه. وقتها بتتصدم لان فانج مش بيتأثر خالص بالضربة، فبتعتذر له لين ساعتها وبتقول له انها كانت فاكراه من المجرمين اللي بيجوا كل فترة يعتدوا عليهم بدون رحمة. بعد كده بتفتح شنطته تطلع منها ازازة علاج علشان يداوي مكان الضربة، لكن لما بتلاقي البنت بتعيط بتروح تلعب معاها، بس وقتها بتعرف انها لازم تغير لها الحفاضة. وفي الوقت اللي كانت بتغير لها فيه بتتكلم مع فانج وبتسأله عن علاقته بالعجوز، فبيعرفها انه كان صاحبه زمان وكان جاي يستخبى عنده علشان يحمي الطفلة، فبتفكره لين ساعتها ابوها، لكنه بيفاجئها وقتها ان كل اهلها اتقتلوا. فبتتأثر لين بكلامه وبتقول انهم من دلوقتي هيبقوا عيلتها وهيربوها كمان لحد ما تكبر وسطهم وتبقى واحدة منهم. بعدها لين بتعرفه انه لازم يشتغل معاهم، وبما انه كان صاحب العجوز يبقى اكيد بيعرف يغسل الهدوم زيه، لكنه بيقول لها انه مش بيعرف يعمل كده، فبتقرر وقتها انها تعلمه الغسيل، وبيفتحوا المحل بتاع العجوز مع بعض كشركاء. بالفعل من تاني يوم فانج بيفتح المحل وبيقعد يستنى اي حد يجيب له هدوم يغسلها لحد ما بيدخل 3 شباب كده يدوا له هدوم، لكن ساعتها بيفضلوا يستهزئوا بيه زي ما كانوا بيعملوا مع صاحبه، لكنهم طبعا لو كانوا يعرفوا حقيقته مش هيقدروا يقفوا قدامه حتى. بس مع ذلك فانج بيحافظ على هدوءه تماما لحد ما بيدخل القزم يعلم ال3 شباب دول الادب بطريقته. المهم بعدها بياخد فانج معاه يفرجوا على البلدة، لكن وقتها بيلاقي راجل
راجل سكير كده قاعد بيشرب ومش مهتم خالص بالحياة اللي عايشينها. عامة كمان بيشوف لين بتصوب بالسكاكين على لوح خشبي، لكن بيلاحظ وقتها انها مش مركزة تماما، وطبعا ده مأثر على دقة تصويبها. المهم بعد كده بيروح مع القزم يقعد مع باقي الناس وبيتفرج على مهاراتهم الاستعراضية، وكان سعيد جدا لما بيلاقي الطفلة مبسوطة وبتضحك، لحد ما بتدخل عليهم لين وهي متضايقة جدا وبتسيبهم كمان وبتقعد لوحدها، والسكير بيدخل بعدها يشرب البنزين بتاع الراجل اللي بيطلع نار من بقه، لكنه مفيش ثواني وبيفقد الوعي. لما بيجي الليل فانج كان راجع ساعتها للبيت، لكن فجأة بيسمع صوت أغاني جاي من بيت لين، فبيقرب من الباب بكل هدوء يسمع الموسيقى من غير ما لين تحس بيه، لكن وقتها الطفلة بتوقع جردل على الأرض، ولين بتسمع الصوت وبتطلع بسرعة تفتح الباب وبتلاقي فانج هو اللي واقف، فبتعرض عليه وقتها إنه يدخل يسمع الموسيقى معاها، وبتقرر ساعتها كمان تفتح له قلبها، وبتعرفه إن أبوها لما خرج من البلد اشترى الجراموفون ده وهو الشيء الوحيد اللي فاضل لها بعد موت أهلها كلهم. ساعتها فانج بدأ يتأثر بحياة أهل البلدة الصعبة، وبيعرف إن مش هو لوحده اللي اتظلم في حياته، علشان كده بيقرر يشاركهم حياتهم. أول حد بيساعده لين اللي بتعلمه ازاي يغسل الهدوم وينشرها، وكمان بدأ يلعب معاهم ألعابهم ويساعدهم كمان في نقل جراكن المية. المهم في مرة كده كان قاعد في بيته بينظف نفسه، لكن فجأة لين بتدخل عليه فبيتحرج وبيحط الفوطة على جسمه بسرعة جدا، وبعد كده بتقوله إنها مستنياه علشان عندهم شغل وبتطلع بره. أما بالنسبة لفانج فبنعرف إنه كان مغطي جسمه علشان لين ما تشوفش الجروح اللي كانت مالية جسمه كله. المهم بعدها فانج بيطلع معاها يسقوا الزرع والورود، ولما بيخلص بقى بيقعد يلعب كوتشينة مع القزم، لكن فجأة بيلمح لين داخلة المقابر وبتغير الورد اللي جنب مقابر أسرتها. وقتها الفضول بيسيطر عليه وبيخليه يسأل القزم عن سبب موت أهل لين، فبيبدأ بقى القزم الحكاية وبيعرفه إن لما كانت لين صغيرة احتل البلدة كده جنرال فاسد، واختار وقتها لين علشان يعتدي عليها. طبعا وقتها رجالته كتفوها وخدوها غصب عنها دخلوها له، وأبوها لما حاول ينقذها كتفوه وحطوا وشه في التراب وداسوا عليه، لكن لين وقتها بتستغل انشغال الجنرال ده، فلما بتبص جنبها بتلاقي طاسة كده فيها زيت بيغلي، فبتقوم بسرعة تمسك الطاسة دي ترميها على وشه حرقته، وبعد كده طلعت تجري من الأوضة. بس للأسف الجنرال طلع وراها وطلع مسدسه ضربها طلقة في كتفها، وطبعا الكلام ده وسط صدمة كبيرة من أبوها وأمها. فلما أبوها ضرب العساكر وجرى علشان ينقذها منه، الجنرال ضربه طلقة هو كمان في قلبه وموته، وبعد كده موت أمها وأختها الطفلة الرضيعة بدم بارد. ووقتها لين كانت بتبكي بدل الدموع دم، لكن من اللحظة دي قررت تتعلم رمي السكاكين علشان تنتقم منه مهما كان الثمن. عامة بعد ما فانج بيعرف قصتها الحزينة دي بيقرر إنه يعلمها بنفسه، وفي وقت ما بتكون متضايقة علشان مش عارفة تنشن بالطوبة على عصاية صغيرة وكانت فاكرة إن المشكلة في قوة دراعها، بيقولها إن مشكلتها الحقيقية في التركيز، وعلى طول بيغمي عينيها وبيديها السكاكين بتاعتها وبيقف بنفسه على خشبة التصويب، وبيقولها ما تعملش أي حاجة غير إنها تحافظ على تركيزها. بالفعل بتقدر لين وقتها تصيب أهدافها بكل دقة من غير ما تأذيه، لكن فجأة مش بتسمع صوته، فبتترعب طبعا إنها تكون موتته ولا حاجة، فبتشيل اللي على عينيها بسرعة علشان تطمن عليه، لكن بتلاقيه ساعتها مش موجود في الأوضة، فبتجري بسرعة وراه وهي فرحانة، خصوصا لما بتلاقي نفسها جابت الأهداف بدقة عالية. بتفضل بقى تجري قدامه وهي مبسوطة زي ما تكون طفلة صغيرة، لكن فانج بيقول لها إنها لسه في البداية ولازم تتدرب أكتر على تركيزها، فعلشان كده بتسيبه لما يجي يمشي قدامها وبتحدف طوبة على دماغه على طول، لكنه بيسخر منها وبيقول لها إنه مش هدف صعب ليها. فهنا بتقرر لين تختبر قدراته وبتحط كل تركيزها إنها تجيب الطوبة في الطفلة وهي على دراعه، بس قبل ما تيجي في الطفلة فانج بيمسك الطوبة على آخر لحظة. المهم بالليل بيقعد يتكلم معاها وبيفتح لها قلبه هو كمان، وبيقرر يعترف لها إن لقبه يبقى الني الحزين، فبتفكر إنه كان عازف زمان ولا حاجة، لكنه بيفاجئها إنه قاتل محترف، واتلقبت عشيرته بالاسم ده لأنهم بيعتبروا الصوت اللي بيطلع لما بيطير رقبة أعدائهم عزف. بيعرفها كمان إنه كان مضطر يبقى معاهم من البداية لأن أبوه كان واحد منهم، لكن في يوم واحد بيموت أبوه قدام عينيه، لكن بيتصدم لما بيعرف إن اللي قتله ده كان بيختبر قوة سيفه مش أكتر، فبتتأثر لين بحكايته وقتها وبتقرر تديله السلسلة اللي أمها ادتها لها قبل ما تموت، وكانت قايله لها إن طول ما هي لابساها مش هيحصل لها أي أذى. ساعتها بقى بيفتكر فانج لما كان صغير وزعيم العشيرة جاب له كلب هدية علشان يعني ينسيه فراق أبوه. المهم بعدها بياخد لين أوضته وبيوريها السكاكين بتاعته اللي كان مخبيها من وقت دخوله للبلدة، وبيعرفها إن السكاكين دي بيستخدمها للحماية مش للقتل، لكن لين بتعجب بشكلهم ساعتها وبتفضل تعمل حركات بيهم لحد ما فجأة بتشوف السيف بتاعه، فبتطلب منه إنها تشوفه، لكن لما
وبتيجي تفتحه بتكتشف انه ملحوم، فبتستغرب وقتها وبتسأله ليه قفله، فبيعترف لها ان لو فتحوا العشيرة هيسمعوا صوت الارواح اللي موتها، وساعتها هيعرفوا مكانه وهيجوله على طول. على الناحية التانية زعيم العشيرة بتاعته ورجالته بيهجموا على السفينة اللي فانج سافر فيها، وبيموتوا وقتها كل اللي شغالين عليها بطريقة مأساوية لدرجة ان دم الضحايا بيسيل في البحر. في الوقت ده بقى فانج بيقرر يعلم لين القتال بالسكاكين، واول حاجة بيعلمها لها انها لازم تبقى سريعة في هجومها، وعلشان يدربها على السرعة بيمسك شوية طوب صغير كده وبيبدأ يحدفه عليها علشان تتعلم تتفاداه بسرعة. بتمر بقى الايام وفانج بيقرب اكتر من اهل البلدة وبيقضي كل وقته معاهم وفي اللعب مع الطفلة. هنا بقى بنلاحظ نظرات الاعجاب اللي بدأت تبقى في عيون لين ناحيته، لحد ما بيجي يوم راس السنة وبيقرروا انهم يحتفلوا بيه معاه، وبيفضلوا كلهم يحتفلوا ويرقصوا مع بعض. لكن فانج ولين بيقرروا يحتفلوا بطريقتهم، وهي انهم يسيبوا اهل البلدة كلهم ويروحوا يتدربوا على قتال بالسكاكين. ساعتها بقى بنلاقي لين اتطورت جدا وقدرت بمهارة عالية انها تحط السلاح على رقبته، وبتفكر وقتها كمان انها انتصرت خلاص. بس هنا بيجي وقت الدرس التاني، وهو انها تحس بلذة الانتصار لما قلب عدوها يتوقف. في اللحظة دي لين بتسرح في عينيه وبتقرر تعترف له بحبها، لكن بعدها بتحس بالاحراج وبتسيبه وبترجع لاصحابها. بس في الوقت ده بنشوف الجنرال ورجالته بيهجموا على البلدة يكسروها، والجنرال ساعتها بيفضل يسخر منهم كلهم لدرجة انه بيوقف المهرج على خشبة التصويب وبيحط على دماغه اناء مية وبيخلي رجالته يصوبوا على الجيركن ده، وطبعا من كل رصاصة المهرج بيترعب وهما بيفضلوا يضحكوا عليه. لحد ما بعدها بيقرر الجنرال انه يحط على دماغه كوباية كحول صغيرة علشان يعني ينشن عليها بنفسه، لكن فجأة بيظهر السكير وبيشيل الكوباية بيشرب اللي فيها. ساعتها بيغضب الجنرال وبيمسك كرباج يلفه على رقبته، وبيديه كمان لواحد من رجالته يسحله على الارض من غير ذرة رحمة علشان يبقى عبرة قدام كل اهل البلد. في الوقت ده بتوصل لين وبتفضل طبعا مستخبية لحد ما بتجيلها الفرصة علشان تخلص عليه، لكن وقتها القزم ورجالته بيكتفوها وبيجروا بسرعة يربطوها في أوضة علشان يحموها من الجنرال. في الوقت ده لين بتفضل تترجى فانج انه يفكها، لكنه بيبقى عارف ان اللي بيعمله القزم صح، فبياخد منها السكاكين بتاعته وبيطلع يقفل عليها الباب. لكن المفاجأة ان لين بيبقى معاها سكينة بتقدر تفك نفسها بيها. عامة بعدها بنشوف الجنرال بيختار واحدة يقضي معاها اليوم، وبيختار ساعتها واحدة كده سنانها بتكون نظيفة، لكن جوز الست دي بيحاول انه يمنعه، فبيتظاهر الجنرال وقتها بالرحمة، لكن فجأة بيخلص عليهم هما الاتنين. في الوقت ده بناتهم بيطلعوا من المخبأ من شدة حزنهم، بس للأسف بيعجبوا الجنرال أول ما بيشوفهم، وبيأمر رجالته ياخدوهم ينظفوهم ويجيبوهم لحد عنده. هنا بقى بتيجي فرصة لين اللي بتروح لرجالة الجنرال بفستان مثير، وهي بتقول لهم انها مستعدة تقضي السهرة مع الجنرال. بالفعل أول ما بيشوفها الجنرال بيتصدم من جمالها وبيأمر رجالته يخرجوا بره الأوضة. في نفس اللحظة اللي القزم بيكتشف فيها ان لين هربت من الأوضة بتاعتها، وساعتها على طول بيفهم فانج ان لين مع الجنرال علشان تنتقم منه. في الوقت ده مع لين علشان تعطل الجنرال بتطلب منه يدخل ياخد شاور، وبتطلع السكينة هي علشان تنقض عليه. اما بالنسبة لفانج من شدة خوفه عليها بياخد اصعب قرار في حياته، وهو انه يكسر لحام السيف بتاعه. في اللحظة دي بيقدر زعيم العشيرة يحدد مكانه، وطبعا بيتوجه عليه باقصى سرعته. بنرجع بعدها لين وهي ماسكة السكينة وبتقرب من الحمام علشان تهجم على الجنرال، لكن بتتصدم لما بتلاقيه قاعد وماسك مسدسه، وبيعرفها انه افتكرها اول ما دخلت عليه الأوضة. ومرة واحدة بيضرب طلقة في السقف ورجالته بيدخلوا بسرعة، وقبل ما لين تهجم عليه بيخنقوها بالكرباج وبيكتفوها. ساعتها الجنرال بيفضل يتفاخر بقوته وبياخد السكينة كمان يقطع الفستان بتاعها، وبيلاقي وقتها مكان رصاصته معلم في كتفها، وبيقرر كمان يعتدي عليها قبل ما ينتقم منها بسبب اللي عملته في وشه زمان. لكن قبل ما يلمسها فانج بينقض عليهم زي الغول وبيبدأ يطير رقاب رجالة الجنرال، بس الجنرال بيستغل انشغال فانج وبياخد لين ينط بيها من الشباك، وبيقوم بسرعة يجري هو والمساعد بتاعه على الأحصنة. في اللحظة دي لين بتقوم تجري وراه وبتجمع كل تركيزها وبترمي السكينة ترشقها في رقبته زي ما فانج علمها، لكن للأسف بتتصدم لما بتعرف ان الجنرال بدل هدومه مع المساعد بتاعه وهرب مكانه. بعد كده بنشوف فانج بيلم حاجته علشان يمشي قبل ما زعيم العشيرة يجي ويخلص عليهم كلهم، لأنه مش عاوز يبقى سبب في إيذائهم بعد كل اللي عملوه علشانه. لكن بمجرد ما بيخرج من الباب بيلاقي لين وكل أهل القرية مستنيينه وبيطلبوا منه يفضل معاهم، وهيقتلوا الجنرال مع بعض حتى الموت. فبيتأثر بكلامهم وبيقرر يفضل معاهم، وهما مفيش ولا حد منهم يعرف الخطر الحقيقي غير لين وبس.
علشان كده وقت ما كل اهل القرية بيكونوا متجمعين مع بعض بيلاقي لين وفنج لوحدهم، ولين بتعتذر لفنج انها ورطته، لكنه بيعرفها وقتها انه كان ناوي يفضل هربان طول حياته منهم، لكن دلوقتي هم خلاص عرفوا مكانه وهيجوا علشان يموتوه وهيموتوهم هم كمان. فبتقول له وقتها لين انها بتحبه ومستعدة تهرب معاه، بس الكلام ده مش هيحصل غير بعد ما تنتقم من الجنرال. على الناحية التانية اهل القرية بنلاقيهم بيحفروا في الارض وبيطلعوا تابوت كده كان موجود فيه قناصة ومسدسات وعدد كبير من اصابع الديناميت. لكن المهم وقتها اننا بنكتشف ان الراجل السكير اللي مش مهتم بالحياة كان مجرم خطير وقناص على اعلى مستوى قبل ما حياته تتدمر، وده مجرد ما بيشوف القناصة بيفتكر ايام زمان، بس علشان يختبر دقته في التصويب بيحط له ازازة كده يصوب عليها، والقزم كمان بيصعب التحدي وبيحط حواليها ازايز الكحول بتاعته. لكن ساعتها السكير بيفاجئ الجميع وبيجيبها في الهدف بتاعه بدقة عالية جدا. بعدها بيروح السكير لفنج يقول انه محتاج يلاقي مكان امن يقدر يصوب على الاعداء منه، فبينصحه فنج يطلع على اعلى نقطة في المكان كله. بعدين بيكملوا كلامهم وبيقرر السكير يحكي قصته لفنج وبيعرفه انه كان راجل عصابات خطير جدا، لكنه تعرف على واحدة وحبها وكان شرطها الوحيد علشان تتجوزه انه يبطل يستخدم القناصة ويعيشوا حياة هادية. فقرر انه ينفذ رغبتها، لكن اعوانه علشان يرجعوه تاني ليهم خلصوا عليها وخدوا انضف حاجة حصلت له في حياته، ومن الوقت ده لحد الان نفذ وعده ليها وما لمسش سلاحه ابدا. وبعد ما بيخلص حكايته بينصح فنج انه يعترف بحبه لان ده الشيء الوحيد اللي هيقدر يخليه يعيش. فبيسمع فنج النصيحة وبيروح بسرعة لين علشان يعترف لها بحبه، وبالفعل بيعمل كده لكن بطريقته هو، وهي انه يديها السكاكين بتاعته تقاتل بيها، وبيشاور لها كمان على 3 اجزاء في جسمها يسهلوا عليها قتال اعدائها. في الوقت ده لين بتشوف الخوف في عينيه لاول مرة، لكنها بتوعده انها تفضل فاكرة نصايحه وتعاليمه ليها. تاني يوم بقى بيجهزوا كلهم لمواجهة الجنرال وجيشه المرعب، وكل واحد منهم بيبدأ يقف في مكانه، وفنج بيقف قدامهم لوحده في ساحة المعركة وهو في ايده سيفه. في الوقت ده الجنرال بيأمر الجنود يهجموا عليهم، لكن مفيش ثواني وبيتصدم بانفجار عظيم بيفرتك رجالته في ثواني. بعدها بقى بيجي دور القناص السكير اللي بيصوب على الاماكن اللي زارعين فيها الديناميت وبيفرتك اعدائهم، وفي ثواني اول ما الغبار بيغطي المكان كله بيدخل فنج بسيفه بيبدأ يخلص عليهم كلهم. بعدها بيدخل الجنرال واللي باقي من جيشه، لكنهم ساعتها مش بيلاقوا اي اثر لاي حد. لكن فجأة كل الالعاب بتبدأ تشتغل لوحدها، وكمان القناص بيخلي واحد معاه كده يرمي اصابع الديناميت عليهم وبيصوب هو عليها بدقة عالية جدا يفجرها فيهم. ساعتها بقى بيكتشفوا مكانه وبيحاولوا يطلعوا له، لكنه برضه بيفضل يموت فيهم واحد ورا التاني. في اللحظة دي بيبدأ زمايله يطلعوا من المخبأ وبيضربوا عليهم نار يساعدوه في التخلص منهم، لحد ما فجأة فنج بيجي من ورا اللي موجودين على الارض بسيفه، وفي اقل من لحظات بيطير رقبتهم بدون اي رحمة. بس رغم كده واحد من رجالة الجنرال بيقدر يوصل لمكان القناص واللي معاه، لكن وقتها بيتصدم وهو شايف القناص وصاحبه بيعلقوا نفسهم في واير كده وبيهربوا، وقبل ما يمشوا كمان بيولعوا الديناميت اللي زارعينه في كل مكان في اللعبة، ومرة واحدة الديناميت بينفجر وبيدمر اللعبة باللي عليها. في الوقت ده كل اهل القرية بيطلعوا من مخابئهم يحتفلوا بالانتصار، لكن للاسف الجنرال بيطلع لسه عايش وبيموت واحد منهم كمان، فبيترعبوا كلهم وبيطلعوا يجروا منه هو واللي باقي من رجالته. هو بقى بيفضل يموت فيهم، لكن فجأة بيوصل زعيم العشيرة والمحاربين بتوعه يحاصروا المكان كله، فبيحاول وقتها الجنرال يقلل منه وبيموت الغراب اللي على كتف الزعيم، وطبعا ساعتها الزعيم بيغضب وبيأمر رجالته يخلصوا عليهم كلهم. في الوقت ده بتدور معركة شرسة جدا، وبنلاقي كمان المحاربين بيهجموا على لين وهي شايلة الطفلة، لكن على آخر لحظة بيظهر فنج من العدم وبيخلص عليهم، وساعتها بيقول للين تهرب بالطفلة، وبيقف هو يقتل في المحاربين بكل قوته علشان يأمنها. ولما بيلاقيهم بيجروا وراهم علشان يموتوا الطفلة بيجري بأقصى سرعته يهجم عليهم بمنتهى الوحشية، وفعلا بيخلص عليهم بدون ذرة رحمة. بعد كده بيروح للين الأوضة اللي مستخبية فيها هي والقزم، لكن مرة واحدة محارب بيهجم عليهم فبيمسك فنج سيفه وبيرشقه في قلبه على طول. في حين بقى ان رجالة الجنرال وقتها بيبقوا معاهم رشاش وبيموتوا بيه المحاربين، لكن فجأة محارب بينقض عليهم وبيقطع ايد اللي ماسك الرشاش، وهنا بقى السحر بيتقلب على الساحر والرشاش بيبدأ يموت في رجالة الجنرال. اما فنج فبيلاقي 3 داخلين عليه فبيحاول انه يقتلهم، لكن واحد منهم بيقدر انه يكتفه وزميله بيطير وفي ايده السيف علشان يطير رقبته، لكن في اخر لحظة لين بتقرر تدي الطفلة للقزم وبتطلع
سكينة تحدفها لفنج، فبياخدها وبيقوم يخلص على اللي ماسكه. اما اللي بيهجم عليه فبتطير لين في الهوا وبتنزل عليه تطعنه بالسكينة في قلبه وبتخلص عليه. بس للأسف بعدها بثواني بيسمعوا صوت ضرب نار، فبيطلعوا بسرعة علشان يطمنوا على الطفلة، لكن بيلاقوا وقتها الجنرال قتل القزم وخطف منه الطفلة. بياخدها بقى هو واللي لسه عايشين من رجالته وبيروحوا يستخبوا في الفندق، وبيدخل كمان الجنرال يقفل على نفسه الأوضة وبيأمر رجالته يأمنوه. بالفعل كان أي حد بيفكر بس يهجم عليهم من المحاربين كانوا بيغربلوه بالرصاص، لكن بالنسبة لفنج فبيستخدم ذكائه وبيقطع النور عليهم، وبدون سابق إنذار بيلاقوه قدامهم وبيموت فيهم واحد ورا التاني بكل وحشية. بعدها بيدخل الأوضة على الجنرال اللي بمجرد ما بيشوف الخوف بيسيطر عليه، فبيهددوا وقتها إنه هيموت الطفلة، وبالفعل بيدوس وقتها على الزناد من غير قلب. لكن فنج بيطير وقتها في الهوا زي الصقر، وبيقسم المسدس نصين بالسيف بتاعه وبيقدر ينقذ الطفلة. وقتها الجنرال بيتأكد إن نهايته دلوقتي هتبقى على إيد فنج، لكن بيفاجئوا إنه بيسيبه يقابل لين علشان هي اللي تنتقم لأهلها. لكن رغم كده الجنرال ساعتها بيفرح لأنه أقوى من لين بكتير، وبالفعل بينقض عليها وبيفضل يكسر بيها الترابيزات والكراسي اللي في الأوضة، وبيشيلها يرزعها في الأرض كمان كل ما كانت بتحاول تهاجمه، لحد ما لين بتلاقي فنج باصص لها كده وبتفتكر كل حاجة علمها لها، وساعتها بتقوم تاخد نفسها كده وبتمسك السكينة وبتهجم على الجنرال بكل شراسة، وبتقدر ساعتها إنها تقطع له الماسك اللي مداري بيه الحرق اللي سببته له زمان علشان تشوفه لأول مرة وهو ضعيف. لكن رغم كل ده الجنرال بيغضب جدا وبياخد السكينة بتاعتها بيرشقها في الجدار، بس لين بكل ذكاء بتفضل تسحبه لحد ما بيهجم عليها وبتتفادى ضربته علشان السيف بتاعه يرشق في الجدار، وساعتها بتقف عليه وبتجيب السكينة بتاعتها وبتلف من وراه بتقطع له رجله. بس الجنرال ما بيبقاش حاسس بالجرح، لكنه بيتصدم لما بيلف علشان يخلص عليها وبيقع على وشه، وساعتها بقى بيبقى فريسة سهلة قدام لين اللي بتفكره بوعدها ليه انها هتموته، ومرة واحدة بتاخد السيف بترشقه في قلبه. بعدها بقى بيطلعوا من الأوضة، لكن فجأة بيلاقوا زعيم العشيرة قدامهم، وبيفكر فنج وقتها لما قاله زمان انه قلبه هيبقى نقطة ضعفه الوحيدة، وبيقرر يفضحه قدام لين وبيعرفه ان هو اللي موت اهل الطفلة كلهم بدم بارد علشان يثبت افضليته. دلوقتي بقى علشان يحل المشكلة بينهم بيضطروا انهم يقتلوا بعض حتى الموت، فساعتها فنج بيستحضر كل قوته بيهجم على الزعيم، لكن التاني بيقدر يتصدى لضرباته بكل سهولة. وقتها بيفتكر فنج لما كان الزعيم بيدربه زمان على القتال، لما كان دايما بيقوله انه جسمه جسم قاتل لكن قلبه ضعيف وهيكون في يوم السبب في موت اقرب الناس ليه، وعلشان ينتزع الرحمة من قلبه بيجبره يموت الكلب بتاعه. وبالفعل التدريب بيجني ثماره في الوقت الحالي، لان رغم حب فنج للزعيم اللي رباه بعد موت ابوه، الا انه في الوقت الحالي قدر ينتصر عليه ويموته كمان. بعدها بقى بنشوف لين مصدومة بعد ما عرفت حقيقته، وبتفاجئه كمان انها مش هتهرب معاه، فبيطلب منها وقتها تخلي الطفلة معاها تربيها علشان مش عاوزها تتأذى في يوم بسببه. لكنه قبل ما يمشي بيلعب لآخر مرة مع الطفلة علشان يشوف ضحكتها الجميلة، وبيقرر بعدها ياخد البزازة بتاعتها يخليها معاه ذكرى علشان يفضل فاكرها دايما، زي ما بيفضل محتفظ بالسلسلة اللي خدها من لين. والأسطورة بقى بتقول ان فنج من وقتها ما وقفش ماشي في بلاد الله هروبا من محاربين عشيرته، لحد ما قرر يعمل فخ في مرة كده وبيموت المحارب اللي بيطارده. لكن قبل ما يتحرك من المكان اللي هو فيه بيلاقي عدد كبير من المحاربين طالعين من تحت الأرض، فبيرفع سيفه وبينقض عليهم زي الغول، وشكله كده هيقضي طول عمره في محاربتهم ومش هيوقف بحر الدم ده أبدا غير بموته أو بموت العشيرة بأكملها. وبيخلص الفيلم على كده. يا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.